السلام عليكم. معكم رضوان من قناتكم رضوان سبورت ريد سبورت. جينا اليوم نحكي لكم على مع اقتراب كأس الإفريقية. نحكوا على أبرز المرشحين للفوز بالتاج القاري. هذا كان كوت ديفوار 2024. في تحضيرات كبيرة لجميع المنتخبات. آه، وأنا في وجهة نظري هناك 6 مرشحين للتتويج بكأس الأمم الإفريقية هذه. يعني وفي فريق أعتبره هو كما يقولوا الحصان الأسود للبطولة، سيكون له كلمته في هذه البطولة. اللي هو نبدأ به، اللي هو المنتخب المالي. المنتخب المالي دائما عودنا بحضور قوي في الكؤوس الإفريقية، ولكن لم يكن موفق في تقريبا في جميع بطولاته يصل إلى ربع نصف النهائي لكن هذه المرة أعتقد بأنه سوف يكون، أعتقد أشم أنه سوف يحدث مفاجأة في الكأس الأفريقية. ولكن نمر إلى المنتخبات المرشحة بقوة في التتويج بكأس أفريقيا. المركز السادس أعتقد أنه المنتخب التونسي، لما يمتلكه من الأفراد محترمة وتشكيلة منسجمة في تقريبا أغلب الخطوط، رغم الانتقادات الكبيرة للمدرب الوطني التونسي جلال القدري. ولكن تونس عودتنا أنها في كأس إفريقيا لها كلمتها الخاصة. أعتقد أنهم لا يكون نزع على المنتخب التونسي من منقولوش تتويج، ولكن على الأقل وصول للنصف النهائي. تونس المركز السادس. المركز الخامس أعتقد أنه هو المنتخب المصري. المنتخب المصري كما عودنا دائما حاضر في كأس الأمم الأفريقية، حتى هو ميكونش عنده لاعبين في المستوى العالي، دائما حاضر في النصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية. والدليل هو أنه أكثر منتخب متوج في بطولة أفريقيا. وهذا كان عنده لاعبين ممتازين، على غرار صالح معروف، على غرار مرموش، محمد تريزيجي، في لاعبين ممتازين. وهو يبقى مرشح من المرشحين للتتويج بكأس أفريقيا. في المركز الرابع أعتقد أنه المنتخب النيجيري عندها منتخب ممتاز جدا، طريقة لعب ممتازة، ولكن لم يحالفهم الحظ في كثير من الأحيان، خاصة في البطولات الأخيرة. السنوات الأخيرة لم يقدموا أداء ممتاز، على الرغم من وصولهم لنصف نهائي كأس أفريقيا 2019. ولكن المنتخب النيجيري يبقى علامة استفهام كبيرة. عنده لاعبين ممتازين، ولكنه غائب عن التتويجات القارية منذ زمن طويل. في هذا الموسم عنده منتخب ممتاز جدا. أنا أرشحه بقوة للذهاب بعيدا في هذا الكأس الإفريقية. نروح للمركز الثالث. المركز الثالث أعتقد أنه المنتخب الجزائري، على الرغم من أنه هناك بعض المتشائمين والبعض الآخر متفائلين، ولكن أنا أظن أن المنتخب الجزائري عنده منتخب محترم جدا. عنده لاعبين ممتازين في تقريبا في جميع المناصب. المدرب الوطني جمال بالماضي قام بتشبيب الفريق. عدة لاعبين جدد انضموا إلى عفوا انضموا إلى المنتخب الوطني هذه السنة، غير آيت نوري، رايان آيت نوري، فارس عيبي، عمورة، حسام عوار. هناك كثير العائدين على غرار بنجاح وفيغولي، بن طالب، العائدين في الثراء في المنتخب الوطني الجزائري. لهذا أعتقد أن المنتخب الجزائري، رغم تصريحات المدرب الذي قال أن المنتخب الجزائري ليس مرشح نظرا لخروجه من الدور الأول في البطولة الماضية، ولكن أعتقد أن المدرب الوطني جمال بالماضي
عنده الخبرة الكافية في هذه البطولة، يعني 5 سنوات في المنتخب الوطني أو أكثر. يعني ما قالش هذا الشيء يعني لمجرد إبعاد الضغط، ولكن هي تصريحات أعتقد أنها مدروسة، من ناحية لإبعاد الضغط، من ناحية يعني لتخفيف حدة الضغط الإعلامي التي يعني كلكم تعرفوها، الإعلام الجزائري. ثالثا، خاصة نعرف المدرب الوطني هو بحد ذاته يتنرفز كتير، خاصة عندما يكون تحت ضغوطات كبيرة. يعني أعتقد أن التصريحات هذه كانت ليس لإبعاد الضغط عن اللاعبين، بل لإبعاد الضغط عن الناخب الوطني بحد ذاته جمال بالماضي، الذي لما يتعصب ويتنرفز يعني رأيناه في كثير من المرات يخرج عن الإطار، يعني تماما يخرج عن الإطار، وهذا ليس في مصلحة المنتخب الوطني. فأعتقد أنه لإبعاد الضغط على جمال بالماضي في حد ذاته، ليس على المنتخب الوطني. المركز الثاني أعتقد أنه المنتخب السنغالي. السنغال يعني حامل لقب معروفة، السنغال محمل لقب، منتخب قوي ومحترم جدا يعني، وسوف يلعبون في أدوار إفريقيا. فأعتقد أنهم هم المرشحين يعني، وبقوة للمحافظة على اللقب تاعهم الإفريقي. والمركز الأول أعتقد أنه المنتخب المغربي، يعني بوصوله لنصف نهائي كأس العالم، حدث تاريخي وكبير للمنتخبات الإفريقية. وكما نقولوا أنا لا حطيتها في المركز الأول، لأنه رغم أن المدرب الوطني المغربي تاني قام بتصريحات مشابهة تقريبا لما قام به جمال بالماضي، ولكن المنتخب المغربي هو كما نقولوا تلقائيا راه مرشح بوصول لنصف نهائي كأس العالم. فتلقائيا اللاعبين محفزين، تلقائيا الجمهور محفز، تلقائيا المدرب محفز. يعني سوف تكون بطولة كبيرة للمنتخب المغربي أتوقعها، وسيكون أحد أبرز إن لم يكن أبرز المرشحين لتتويج كأس أفريقيا. إن أعجبتكم الحلقة ديروا لنا لايك، ديروا لنا أبوني، وسوف نكون معكم في طوال الكأس الإفريقية هذه بفيديوهات على المنتخب الوطني الجزائري والمنتخبات العربية المشاركة والمنتخبات الإفريقية القوية، خاصة منافسين المنتخب الوطني. سوف نكون معكم لحظة بلحظة إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو ديرنا أبوني، ديرنا لايك. سلام.